اجواء رائعه، اجواء رائعه جدا، حماسيه هشام. اكثر من رائعه الاجواء، فصراحه القاعه ممتلئه عن اخرها، فما كاينش مكان اللي ونتمنوا من الله الجماهير تخرج فرحانه ان شاء الله كيف ما عودنا المنتخب المغربي. خلال الحصول على بطاقه ديال الترشح، المنتخب الوطني المغربي كان من الاسماء اللي بنات المرور. في الوقت اللي كنشوفوا هنا تشكيله المنتخب الوطني المغربي: عبد الكريم انبيه بحراسه المرمى، سفيان بوريط رقم 6 اليوم المصري. هشام، كيفاش كتشوف هذه الاجواء هذه هشام؟ افريقيا فهو دي اول مره هو اللي عنده الحظ باش عنده الحظ باش يكون هو في النهائي، فان شاء الله نتمنى منه يكون تحكيم جيد في هذه المقابله ديالو، ولكن هذه شيء من المستحيل لانه عارف القوه ديال المنتخب المغربي، فإلا خرج ديال الضغط فكتكون المساحات، فغادي نشوفوا من خلال هذه الجوله الاولى هو خرج يضغط على المنتخب المغربي. هذه كره عند ادريس رئيس فني، فرصه ديال الهدف الاول. اول محاوله كان بامكانه انه يضعها في الشباك. كنت خديت معه تصريح قال بانه انا اللي عليا الضغط كبير. المسرار كيلعب هذه الكره، قال عليا ضغط كبير وانا اللي كنتحمل المسؤوليه ديال الهدف، وبالتالي عدم التسجيل عليه في جوج ديال المباريات فهو كيزيد ادريسي كره مازال كان بامكانه ان يكون هدف. اسماعيل مازال الذي يجيد التصويب، لعبها ارضيه، لعبها بشكل ممتاز، ولكن التواجد ديال جديد الشعراوي عنده العمليه الهجوميه. محاوله للمنتخب الوطني المغربي، هو يوصل الكره ديالو بشكل سريع، ولكن انس العيان ما تمكنش، اللاعب اللي كاين وبالتالي تمريره الشعراوي كينطلق عمليه هجوميه، محاوله ممتازه، الشعراوي كيصوب الكره اللي كان الحاله الصحيه اللي كنا تابعناها ديال يوسف جواد. هذه عمليه هجوميه، كره هدف اول المنتخب الوطني المغربي عن طريق بوريت اللي كيتمكن من وضع الكره في المرمى، كيعلن على افتتاح التسجيل، كيعلن على نهايه العقم التهديفي. هدف اول بشكل ممتاز، طريقه جميله، تمريره في العمق، نظام ديال الحارس، وبوريت كيكمل الكره. لاحظوا تمريره ديال البقالي، بعد ذلك دريس رئيس فني، العين الثاقبه، وينهي هذه الكره بوريت بصوره رائعه، يضع الكره في الشباك معلنا عن الهدف الاول. وانطلقت الاحتفاليه هشام. استغلال جيد من بوريت الكره في القائم الثاني، ولكن التمريره كانت ادق من البحث اللي كيرجع من جانب المنتخب الانغولي. كيسجلوا هدف ديال التعادل، هذه هفوه في الدفاع، واللاعب اللي تمكن من وضع الكره في المرمى هو اللاعب رقم 11 اللي هو اديريتو سانتوس، اللاعب اللي كيلعب في نادي جيس لواندا الانغولي مواليد 2001. هذا الهدف نتمنى ما يتسجلش في شباك المنتخب الوطني المغربي، هو سادس اهداف المنتخبات التي لعب مع المنتخب الوطني المغربي في هذه الكاس الافريقيه. تمريره داخل منطقه الجزاء، وتمريره كانت مركزه من جانب اللاعب رقم على شكل تمريرتين، الاولى الثانيه، ولكن كيتقدم ديال الحارس اسباني. كره هذه اماميه صعيبه الى خارج الخط، ما كنا نتحدث عليه طوال هذه البطوله اللي هما المرتدات السرع، خصوصا عنده لاعبين سرع، اللاعب رقم 5 وكذلك اللاعب رقم 10 واللاعب شفناه، فالجميع توقع بانه يكون هو المفاجاه ديال هذه الدوره، وبالتالي واضحه. فهو منتخب الان شفناه من بعد 9 ديال الدقائق، فهو تركيز عالي ديال الشعراوي. اللاعب على الدار ديال اللاعبين، محاوله ممتازه، الاسلوب اللي مسك من خلاله الكره كان جيد، مع الاستداره مع التصويب. يقوم الان خطه ديال اللاعب طائر، كره ممتازه، محاوله قائم، كره من جديد، فرصه مغربيه، وكيضيع هدف محقق للمنتخب الوطني المغربي. كيضيع شوف تعطينا هدف، تمريرات جميله. هنايا كنشوفوا كيفاش تهيأ سفيان المسرار، والكره الثانيه اللي جات امثال، لكن والمسرار فتدخل المنتخب الانغولي، فهو ما بقاش كيركز في الدفاع. هدف المنتخب الوطني المغربي، هدف عن طريق ادريس رئيس فني بمترابطات جيده، عمليه جيده، وهذه الخطه ديال اللاعب طائر ملي كتنجح كتعطي المفعول ديالها بهذا الشكل هذا، ولو انها مغامره كبيره، لكن الدقيق الان كينجح في هذه الخطه هذه، راهن على هذه الخطه وجاتنا الهدف. لاحظ معايا ان اللاعب اللي عنده الخميس ديال الحارس اللي هو دريس رئيس فني، وهذه هي الخطه ديال اللاعب الطائر، ودريس رئيس فني كيوضع الكره في المرمى وكيعلن على الافراح وكيعلن على الاحتفاليه في المدرجات. هجومي 100% فاش كتكون الزياده العدديه في المحاوله.
الشعراوي كان قريب من وضع الكرة في المرمى. الشعراوي كاد بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك. الدور ديالها هجومي 100% لتسجيل اهداف. الاهداف ديالها كثيره كتكون في بعض الاحيان. كرة ممتازة، فرصة هدف آخر قريب المنتخب الوطني المغربي، والمنتخب الأنغولي يمر بأصعب فترة. فاللاعبين الانغوليين. كرة ممتازة، هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي عن طريق المسرير الرائع. مسرير ينشر السرور، ينشر السرور في المدرجات في كل الأرجاء، لكل المتابعين، لكل المشاهدين. المنتخب الوطني المغربي يتقدم 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. هذه الاهداف هشام هي اللي غتخلينا اننا نزيدوا بعزيمه طموح، وتخلي المنتخب الانغولي انه يرجع لتامين المنطقه ديالو الدفاعيه، يعود التقدم في الوقت اللي كنشوفوا هنا الطريقه ديال التمرير والطريقه ديال تسجيل الاهداف، ودائما خطه لاعب ضد المنتخب الوطني المغربي. الطريقه من الجهه اليمنى، هذه محاوله ممتازه، فرصه. اسماعيل امازال كان بامكانه ان يضع الكره في المرمى. المنتخب المغربي الان كيحاول يتفادى الاخطاء باش ما نوقعوش في شي خطا. تدخل رائع ديال عبد الكريم النبيه في المرتده، فهو لاعب. شوف هنا الاعاده، لاحظ معايا من زاويه مغلقه كيتمكن الحارس من انقاذ الموقف السعودي طيله السنه، فبالتالي باش يكون عندك الثقه وتسجل بها. قويه هذه المنتخب الانغولي. بقى لي كيلعب الكره ديالو اليسرى عن طريق خالد بوزيد، كيدخل الكره، هذه عمليه هجوميه. بلال كان قريبا هدف مؤنس. فهذه هي المتعه ديال كره الصالات، فالمحاولات كثيره، كذلك كنشوفوا محاولات من المنتخب رائع كريم البيا في المنتخب المغربي، ومن اللاعبين من الركائز الاساسيه. نعم 12 دقيقه ديالو ما عادش نشوفوا واحد الضغط قوي، وبالتالي فغادي نشوفوا تمريره ممتازه. غادي نشوفوا بوريت كان قريب من الهدف الثاني ليه، فكان غادي يسجل الهدف، وبالتالي غادي نشوفوا منتخب انغولي اخر الى اي خطا فضربه جزاء 10 امتار. غادي نشوفوا واش المدرب ادريسي امازال، اسماعيل امازال، تمريره كاين ضربه جزاء 10 امتار. نعم ضربة جزاء المنتخب الوطني المغربي 10 يدخل، فغادي ياخذ المنتخب الانغولي غادي يلعب ناقص دقيقتين بدون لاعب، لكن عندما يتسجل عليهم هدف ولتحت فممكن مثلا المنتخب الانغولي الا ارتكب خطا داخل الهجوم. الشعراوي رجع للخلف، كيتقدم الشعراوي يحاول يصوب والهدف لا يضيع الهدف. غير محظوظين اليوم في هذا الهدف هشام. 6-0 او 6-1. شوف الطريقه كيفاش ضاعت الكره هذه. فوقت مستقطع كنظن طلبوا المنتخب الانغولي من بعد 10 ديال الدقائق. ونشوفوا اهداف اخرى اكيد، فانا تكلمت على المجهود البدني. شوف هذه محاوله كتستخدم القائم والهدف. هدف رابع المنتخب الوطني المغربي. انس العيان كيقربنا اكثر للتتويج بهذا الكاس وهذه المنافسه القويه المنظمه هنا في المغرب. 4 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. انس العيان، انس الفنان. اكيد انس الفنان، فهو كيتوج بهدف وكنشوفوا الفرحه ديالو. فتكلمنا على الارهاق البدني للخصم، فهو اللي كيقدر يعطينا اهداف. ربما المنتخب الانغولي فهو حاول يدافع في النقص العددي، فهو تعذب شيئا ما، وبالتالي فهو هذا صالح للمنتخب المغربي، وبالتالي فهو تلقى هدف قبل ما تسالي ما يقومش باخطاء اخرى لانها غتعطي ضربه جزاء. وامر اخر وان المنتخب الوطني المغربي كيلعب امام جماهيره، عنده سمعه، عنده شعبيه، عنده طريقه لعب ايجابيه. فشفنا حتى الوقت المستقبل. صعيبه هذه، صعيبه. لا كره ضيعه، هذه من اصعب الكرات. وكانت صعيبه على المعترك المنتخب الوطني المغربي. هو بنفسه ما صدقش امام المرمى مباشره. هم خارجين من اللقاء شيئا ما. ضربه جزاء بلال البقالي هذه المره عوض الشعراوي. بلال البقالي نعم خدا نفس ديالو امامه حارس مرمى دومينغوس. بلال يتقدم، بلال البقالي يضع الكره في المرمى، يضع الكره في المرمى. ممتاز البقالي، رائع بلال. هدف بواحد الشكل جميل هشام، كترتطم الكره بالعارضه وكترجع عند الحارس الدار ديالو وكتدخل في المرمى. فبلال بقالي عنده التركيز في التسديد، شفناه حتى ضربه جزاء في المقابله السابقه، فهو دائما في القائم والكره كتنزل
وتا الحارس الثانية بلال بقى اللي كينطلق بلال على مرتد هجومي امام جواو اسماعيل مازال رائعة 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 كان بامكانها تكون صراحة جميلة. واش دخلات ولا ما دخلاتش؟ ما تسجلات وربما بلال كان بغى يسجل بواحد الهدوء لكن العودة ديال حسن. نشوفوا الإعادة غادي نشوفوا الإعادة. مازال لعب كرة عن بلال واحدة كانت تسجل وشفنا التدخل. لا ما دخلتش كانت صعيبة هذه على المعترك ديال المنتخب الأنغولي. تلعب زائدة شوية وايضا كان تايق انه غيسجل اكيد فهو